أهلا وسهلا بيكم طلاب بريب 1 عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مستر فيلو ساينس وهنبدأ المنهج بتاعنا، المنهج الجميل، منهج الساينس. أول حاجة في أول يونت، أول ليسون Atomic Structural of Matter. تعالوا كده نبدأ نفهم يعني إيه Atomic Structure of the Matter. What's the meaning of the matter? الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space. خلي بالك الكلام ده يا مستر احنا واخدينه قبل كده في جريد 5 وجريد 6. يبقى الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space. اوكي، بس خلي بالك بقى all matter consist of a small unit called molecules. يبقى انا عند الماتر it is everything that has mass and volume and occupies space و all matter consist of small units called molecules. تمام؟ سهلة؟ ماشي. ناخد example من السفنكس الجميل بتاعنا ده وادي ابو الهول والاهرامات الجميلة. طب تعالوا كده نتكلم شوية عن السفنكس. قالك the sphinx is made of limestone rock. تمام؟ ماشي. واللايمستون بقى لو انا جيت بصيت على اللايمستون روك دي، يا ترى هي كومبوزد اوف ايه؟ بتتكون من ايه؟ قال لك حاجه اسمها كالسيوم كربونيت. كالسيوم كربونيت. ماشي. الكالسيوم كربونيت مولكيول ميد اوف اتومز. ايه ده اتومز؟ اه طبعا. اتاري ان في حاجات فيري فيري سمول من المولكيول اسمها ايه؟ اتوم. تمام؟ يعني انا عندي كده بصوا، ادي الماتر اهي زي الكالسيوم كربونيت ماتر. الماتر كومبوزد اوف مولكيول زي الكالسيوم كربونيت. بصوا شكل الكالسيوم كربونيت مولكيول ازاي؟ ده دياجرام جميل قوي يا مستر. وبعد كده يا مستر انا عندي ان نقول composed of a atom. ادي الاتوم بتاعت الكالسيوم، وادي الاتوم بتاعت الاكسجين، واتومز تانية اكسجين، واتوم تالتة اكسجين، واتوم رابعة ايه؟ كربون. خلي بالكم ما تقلقوش من كل الرموز دي هنفهمها النهارده ان شاء الله. اوكي، نكمل. قال لك زي ما احنا خدنا قبل كده ان الليفينج اورجانيزمز composed of مين؟ building unit اسمها السيل. نفس الفكرة هنا، بس هنا عن طريق النون ليفينج ثينجز اللي هي ايه؟ الاتوم. تعال كده نقرا الجملة الجميلة دي. In the cell is a building unit of the living organism's body and also the molecule consists of very small building unit called atoms. تمام؟ يعني زي ما كانت السيل هي البيلدينج يونت living organism، برضو انا عندي ان الاتوم هي البيلدينج يونت بتاعت المولكيول بتاعت مين؟ الماتر. طب ايه بقى الاتوم؟ قال لك it is the structure and the building unit of all matter. خلي بالك يبقى الاتوم هي الاستراكشر والبيلدينج يونت of all ايه؟ matter. طب تعالى نتكلم على الاتوميك ستراكشر. قال لك قبل ما نتكلم على الاتوميك ستراكشر تعالى نشوف ايه الاتمبس المحاولات ان بتوع الساينتست ديسكفر الاتوميك ستراكشر. تعال بصوا، ده قال لك يا مستر انا عندي ميني ساينتست ديسكفر. اول حاجه الايشنت جريك فيلوسفيرز اللي هم الفلاسفه in ancient age believed that. الناس دي كانت بتقول ايه بقى؟ قال لك ان انا عندي in the matter consist indivisible indivisible small parts known as atom. لغايه ما جه ساينتست في القرن 19 19 century دالتون، وقال لك ايه بقى؟ قال لك انه عمل حاجه مهمه جدا. ده عمل the first scientific theory about the atom which show that ان الاتوم is indivisible. خلي بالك يبقى كان الايشنت جريك وبعد كده دالتون وجه بعد كده بقى رازرفورد. ده ساينتست very very important. رازرفورد عمل لنا موديل. الموديل ده يعتبر الفيرست موديل اوف ذا اتوم on experimental basic. يعني الراجل ده او الساينتست الجميل ده اسمه رازرفورد، هو اول واحد عمل ايه؟ فيرست موديل. فيرست موديل اوف ايه؟ اوف اتوم. تمام؟ ماشي. الاتوميك ستراكشر. تعالوا نتكلم كده ونبدا نبص على الاتوم ستراكشر ونبدا نفهم نشوف ايه الحاجات اللي موجوده يا مستر في الاتوم. اول حاجه انا عندي حاجه اسمها ايه؟ نيوكليس. ماشي. وبعد كده في حاجه تانية اسمها ايه؟ الكترون. خلي بالك اللي في النص ده يا شباب السنتر ده اسمه نيوكليس. وبعد كده ايه؟ طيب تعالى بقى نبدا نشوف يا مستر بالراحه. ايه النيوكليس؟ قال لك it's a very tiny part in the center of the atom consist of two types of the particle which are proton اللي هي positive charge and neutron اللي هو neutral charge. يبقى انا عندي ان الاتوم composed او consist of nucleus and electron.
والnucleus هي حاجة مثلًا very tiny part in the center of the atom consist of 2 types of the particle. يعني جوه الnucleus في 2 types of the particle. proton اللي هو positively charged and neutron اللي هو neutral charge. وبعد كده يا مستر عندي مين؟ electron. والelectron it's a very smallest، ده أصغر حاجة، وده بنقول عليه it's a particle with a very tiny masses rotate، بيلف حوالين مين؟ النيوكليوس with a very high speed in حاجة اسمها إيه؟ energy level. إيه يا مستر الكلام الكبير ده؟ تروش نمشي خطوة خطوة، وعلى مهلكم مع فيلو ساينس كل الساينس هيبقى جميل. أول حاجة الأتوميك ستراكشر، يعني الأتوم كومبوز اوف إيه؟ نيوكليوس وإلكترون. النيوكليوس دي very small part in the center of the atom، وفيها حاجتين بروتون والنيترون. البروتون بوزيتيف تشارج والنيترون نيوترال تشارج. طب الإلكترون قال لك ده عبارة عن very tiny mass particle rotate، بيلف rotate بيدور around the nucleus with a very high speed in the energy level. سهلة؟ يا مستر سهلة جدا. طب الإلكترون نيجاتيف تشارج، الإلكترون نيجاتيف بص للتشارج نيجاتيف. البروتون مين؟ بوزيتيف تشارج. النيترون نيوترال تشارج. يبقى أنا عندي فيه هنا بروتون، خلي بالكم بوزيتيف تشارج، نيترون نيوترال، والبروتون والنيترون انسايد النيوكليوس. طب الالكترون قال لك لا ده نيجاتيف تشارج، وده روتيت بيلف حوالين النيوكليوس with a very high speed. سهله؟ نكمل. البروتون والنيترون والالكترون هنقول عليهم يا شباب consider sub atomic particle. يبقى بروتون نيترون الكترون are considered as subatomic ايه particle. subatomic ايه particle. طب تعالى measuring and ratio. لو انا جيت بصيت يا شباب هنفترض كده، نتخيل مثلا، تخيل بقى، انا عارف ان انتوا شباب شطار والايميجن بتاعكم عالي جدا. قال لك هنفترض ان السايز بتاع الاتوم as baseball field. تخيل البيسبول فول. ايه يا مستر ده؟ انا بس عايزك تتخيل معايا ان الاتوم اكنها البيسبول يا شباب فيلد. ماشي، بيسبول بول، ملعب ايه؟ البيسبول. ماشي، يعني فيري لارج. ايه ده؟ طيب تخيل بقى معايا ان النيوكليوس السايز بتاعها ايه؟ قال لك لو انت حطيت دبوس هنا بين هيد، يعني راس الدبوس ان ذا سنتر، يبقى هو ده يا مستر مين؟ النيوكليوس. ايه ده يا مستر؟ يعني البين هيد دي تبقى السايز بتاع النيوكليوس لما احطها جوه البيسبول فيلد اللي اكنها الاتوم. يا مستر تخيل، يعني الاتوم هي اصلا فيري سمول، لكن لما نعمل زوم جامد جدا ونعمل بيها كومباريزن ونقارنها بين السايز بتاع البيسبول اكنها يعني. طيب النيوكليوس بص السايز بتاعها ايه؟ ابن هيد in the center of field. تمام. طيب يجي بقى سؤال give reason very very important to care. النيوكليوس describe it as positive charge. take care. هقول because it contain ايه اللي جوه النيوكليوس؟ contain positive proton and neutral neutron. يبقى انا عندي هنا النيوكليوس describe it positive charge or because it contain positive proton and neutral neutron. سهلة؟ نكمل. about scientist. بصوا هو علشان الراجل ده عمل حاجات جميلة جدا للعالم وبالذات على نيوزيلاند، فبدأ يديني شوية حاجات مهمة جدا. والراجل ده عمل effort كبيرة جدا في الاتوميك ستراكشر وديسكفر الاتوميك ستراكشر وعمل فيرست موديل بالاكسبيرمنت. عشان كده هو خد جايزة نوبل في كام يا شباب؟ 1908. وكانت الجايزة بتاعت نوبل برايز دي في الكيمستري. اوكي، وان شاء الله تبقوا انتوا شطار وتطلعوا تعملوا لنا حاجات تفيد العالم كله وتفيد بلدنا مصر. اوكي، طيب تعالى بقى نبدأ نشوف البربرت بتاع سب اتوميك بارتيكل اللي هي موجودة في الاتوم، اللي هي مين؟ البروتون والنيترون والالكترون. بص بقى ونركز لو سمحت. احنا عارفين ان الاتوم جواها نيوكليوس والالكترون، وقلنا جوه النيوكليوس يا شباب في بروتون ونيترون. هنبدأ بقى نجمعهم كلهم، هنشوف السيمبل والالكتريك تشارج اند الماس. البارتيكل بروتون السيمبل بتاعه ايه؟ بي. طب الريلاتيف الكتريك تشارج بوزيتيف 1، الماس 1 نيو. وهنفهم يعني ايه 1 نيو يا شباب. اوكي، طيب النيترون السيمبل اند ريلاتيف ما عندوش تشارج يا مستر، لكن الماس 1 نيو. الالكترون
E وعليها نيجاتيف، دي معناها relative electric charge بتاعت الإلكترون -1، لكن الماس very small أهي 1/1836 يونت. تخيل، يبقى بروتون، نيترون، إلكترون، بوزيتيف، نيوترال، نيجاتيف تشارج. وخلي بالكم من الماسز. أوكي؟ سهلة؟ جميلة؟ نكمل. طيب لو أنتوا لاحظتوا في التشارج بتاعة البروتون والتشارج بتاعة الإلكترون are equal in magnitude، هما two charge typical كماجنتيود 1 بس واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، عشان كده بنقول عليها إيه؟ but in different type، إن واحدة بوزيتيف والتانية نيجاتيف. البروتون بوزيتيف تشارج لكن الإلكترون نيجاتيف تشارج. الماس of subatomic particle estimated by atomic mass unit، وهنديها السيمبل إيه؟ U. الماس بتاعت الإلكترون neglected on estimated the atomic mass because it's negligible relative to the mass of proton and neutron. تمام؟ عشان كده يدينا سؤال give reason ويقول لك إن الماس بتاعت الأتوم is concentrated in the nucleus. هقول له because إن الإلكترون mass negligible. ليه يا مستر نجم؟ because it's very small relative to that الماس بتاعت البروتون and neutron. تاني أقول له because إن الإلكترون mass is negligible relative to that البروتون and neutron. نكمل؟ في حاجة بقى تانية يا مستر اسمها element symbols. يعني إيه بقى يا مستر symbol؟ ناخدها كده بجيف reason إن الساينتست agreed to express element with the chemical symbol. هم ليه الساينتست بدأوا يتعاملوا مع الإليمنت بالسيمبل؟ هقول له to describe element and deal with them easily especially in chemical equation. إن دي أسهل طريقة يتعامل بيها مع الإليمنت، بدل ما أكتب النيم كله بكتب يا شباب سيمبل الرموز بتاعته وباخدها على فكرة من نيم. تمام؟ طيب تعالى بقى الرول بتاع choose and write the symbol of the element. طب هي ليها رولز؟ طبعا. تعالى بقى نشوف الرولز. أول حاجة السيمبل of the element describes single atom of it، والسيمبل السيمبل of the element described by its English إيه؟ name. بس خلي بالك في يا شباب لاتين نيم، في أسماء لاتينية إحنا يا مستر عشان الناس اللي اكتشفوا الإليمنت دي فهم سموها لاتين، فإحنا مش هنغير السيمبل بتاعها لكن هننطق بالإنجلش. أوكي؟ تعال نشوف. يعني عندك الكربون، الكربون بنديله الحرف أو السيمبل بتاعه إيه؟ سي. تمام؟ طب اللاتين ما هو في كلمة بس إحنا إيه؟ الفكرة كلها إن السيمبل زي ما اخترعوها اللاتين أو اللاتين نيم فهنخلي السيمبل زي ما هو. أوكي؟ بص بقى. Some element is similar in the first letter and to differentiate between them the chemical scientists agreed to describe them with one letter وفي describe by two letter. يعني ايه يا مستر؟ في element similar في الفيرست letter هيدروجين، هيليوم، مثلا كلورين، كربون اهو. السي هنا بتاعت الكلورين هو السي بتاعت الكربون. طب هنبدا نعمل differentiate. قال لك الساينتست عملوا ايه بقى؟ قال لك احنا ممكن ناخد one element سوري one letter او ناخد two letter. يعني مثلا one letter يبقى لازم يكون capital letter زي الهيدروجين H بكتب capital هيدروجين باخد اول letter منه H. طب بص بقى هنا بقى لو انا هاخد two letters يبقى الفيرست بيكون capital والسكند small letter هيليوم. بص HE ال H capital ال E small. طب انت ليه عملت كده؟ عشان اعمل differentiate ان الاثنين هيدروجين وهيليوم الاثنين letter begin with H. طب اعرف ازاي يا مستر؟ لما اديك السيمبل H يبقى المقصود بيها هيدروجين لكن HE ده ايه المقصود بيها مين؟ هيليوم. تمام؟ نكمل. النيم of the element with 3 language and 3 chemical symbol. بص يا شباب ادي في اللاتين والانجليش والكربون وادي العربي. خلينا كده نسيب العربي شويه وادي اللاتين وادي الانجليش وادي السيمبلز. انا عايزك تحفظ لي التيبل ده كويس جدا جدا جدا. يعني الكربون سي سيمبل، نيتروجين ان، كلورين سي ال، كروميوم سي ار، صوديوم ان ايه. ليه الصوديوم يا مستر؟ قال لك ان دول لاتين. اتاري ان الاليمنت دي يا شباب كان ليها نيم باللاتين نيم تخليدا للناس اللي سموا الحاجات دي باللاتين. احنا فضلت زي ما هي. يعني بص كده النتاريوم، النتاريوم اهو اللي هو ان ايه لكن بالانجلش صوديوم، كاليوم، بوتاسيوم. نحط السيمبل ايه
اوكي، مش بنحطه بالانجلش، احنا بنحطه ايه باللاتين نيم. تمام. يبقى انا عندي كربون، نيتروجين، كلورين، كروميوم، صوديوم، بوتاسيوم، كبر، ايرون. كل دول يا شباب عشان فيهم ايه لاتين نيم. اوكي. طيب النيم الاليمنت اوف their chemical symbols. وهنا بقى لو سمحتم تكير وخلي بالكم والحاجات دي تتحفظ زي اساميكم، وكل ما تحفظها كذا مره كده بالورقه والقلم، انا عارف ان انتوا شطار مش هتنسوها ابدا. الحاجات دي بيزك. يعني مثلا الهيدروجين السيمبل بتاعه اتش، هيليوم اتش اي، ميركوري اتش جي، كربون سي، كالسيوم سي اي، كلورين سي ال، كبر سي يو، كوبرت سي او. بصوا شفتوا؟ بصوا ادي في كربون، كالسيوم، كلورين، كبر، كوبالت، بصوا سي سي سي. صح؟ فهنبدا نعمل ايه؟ اول واحد عشان جه في الاول الكربون يبقى سي، بعد كده الكالسيوم سي اي، كلورين سي ال، كبر سي يو، كوبالت سي او، سلفر اس، سيليكون اس اي، ألمونيوم اي ال، سيلفر اي جي، جولد اي يو، ارجون اي ار، نيتروجين ان، صوديوم ان اي، نيون ان اي، فلورين اف، ايرون اف اي. طبعا انت هتلاحظوا احنا قلنا ان ده ايه لاتين. فسفور بي، ليد بي بي، بوتاسيوم كي، ايودين ال اي سوري، ليثيوم ال اي. هم دول بس يا مستر؟ قال لك لا، في سم اليمنت تانية، برومين بي ار، اكسجين او، زنك زد ان، مغنيسيوم ام جي. فلو سمحتوا الاليمنت دي خلي بالكم منها قوي قوي قوي، ولو سمحتوا تحفظوها النيم بالسيمبل بتاعته، لان هتيجي عليها اسئله كتير جدا. الحاجه التانيه دي حاجات بيزك في الكيمستري، فلو سمحتوا خلي بالكم منها ولازم تحفظها، ولما تحفظها هتفضل معاك يا شباب بيزك في الكيمستري، فتحفظها دلوقتي تبقى سهل عليك، هتعرف تحل بعد كده ان شاء الله على طول. اوكي. ده باقي ايه التيبل. نكمل. طيب اللايف ابلكيشن استفيد ايه بقى؟ قالك ان انت عندك ان الفارمرز use fertilizers to improve agriculture production. هي ايه الفرتلايزر دي الاسمده؟ قال لك it is a chemical components او chemical compounds used to improving agriculture production. تاني يبقى it is a chemical compound used in improving agriculture production. طيب خلي بالك بس take care. ايه يا مستر؟ ان overusing الفرتلايزر cause pollution of the water and degradation of the soil. خلي بالك من دي قوي ان انت ما بتستخدمش تقول لي الفرتلايزر دي حاجات بتعمل امبروف الاجريكلتشر برودكشن، يلا بقى اوفر يوزنج، لا دي بيج بروبلم، ده كده بتعمل بوليوشن للووتر اند السويل. اوكي. طيب هنبدا ناخد اكزامبل من الفرتلايزرز اللي موست اكزامبل اللي هو ان بي كي. ان بي كي ده ان ويتش، طب هو بيتكون من 3 يا مستر ايه؟ consists of 3 type of compound which are in nitrogen، بعد كده P فوسفور and الK اللي هو ايه بوتاسيوم. وهنبدأ ناخد كل واحد بيعمل ايه. يعني عندك النيتروجين N important to make the plant leaf green، يعني ده responsible يخلي الليفز بتاعة البلانت green. طب البي الفوسفور help strengthen the plant root، يقوي كده البلانت roots. اوكي. الكي اللي هو البوتاسيوم important health growth for the plant، عشان كده بنقول عليها ايه NPK. وتكير very very important. تمام. نكمل. طيب هنبدا باخد الريليشن بين نمبر اند سم اتوميك ايه بارتيكل. بصوا ايه الاكس ده يا مستر؟ سيمبل. اي سيمبل من الاليمنت اللي احنا قلنا عليهم ان احنا نحفظهم بيتكتب يا مستر تو نمبر، من فوق النمبر اسمه ايه والنمبر تحت اسمه زد. طب تعالى بقى ايه الايه ده بقى يا مستر؟ قال لك ان الايه ده اسمه ماس نمبر، وده إيه ليه اسم تاني النيم بتاعه تاني نيوكلون. وقال لك it's the sum of the positive proton and neutral neutron inside the nucleus. وخلي بالك ده بيتكتب ايه top left of the symbol، يعني من فوق الشمال وبنديله ايه. طيب الزاد، قال لك ان الزاد ده atomic number، وركز بقى ان ده النمبر بتاع البوزيتيف بروتون inside the atom or النمبر بتاع النيجاتيف الكترون around the النيوكليس. اوكي. اهو نعيدها تاني. يبقى اي سيمبل اهو من الاليمنت هنلاقي تو نمبرز بيتكتبوا من ناحيه الليفت. الاباف ده اللي من فوق بنسميه ماس نمبر او نيوكلون، واللي تحت اسمه اتوميك نمبر. الماس نمبر هو السم بوزيتيف بروتون اند نيوترال نيترون.
inside the nucleus. الatomic number هو النمبر بتاع البوزيتيف بروتون inside the atom of the nucleus. وليه كمان يا مستر حاجة تاني، هو النمبر بتاع النيجاتيف الكترون around النيوكليوس of the atom. اوكي سهلة؟ طب نكمل. الصم بتاع البروتون والنيترون inside the nucleus represent النيترون اللي احنا بنقول عليه ايه؟ mass number. خلي بالك the difference between الماس نمبر اللي هو ايه and الاتوميك نمبر equal النيترون. يعني ايه يا مستر؟ لو انا عايز اجيب النيترون هنعمل ايه؟ ماينس الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. بص بقى الرولز بتاعتنا بقى الثلاثه تيك كير. الماس نمبر اللي هو الايه؟ ده السم بتاع النمبر بروتون بلس النمبر بتاع النيترون. يعني الايه عباره عن بي بلس ان. طب الاتوميك نمبر بروتون هو النمبر في الالكترون. تاني يبقى الاتوميك نمبر هو النمبر بتاع البروتون هو النمبر بتاع الالكترون، والثري دول ايكوال. طيب لو انا عايز اجيب النمبر اوف النيترون يبقى الماس نمبر اللي هو الايه ماينس الاتوميك نمبر اللي هو الزد. تمام. طيب خلي بالك بقى تكير ان النمبر بتاع النيترون may be equal number of proton in some atoms nuclei such as helium. ادي 4 الماس نمبر ب 4 والاتوميك نمبر ب 2. طب النيترون قد البروتون ليه هنا؟ لو انت جيت عملت ماينس عشان اجيب النمبر في نيترون 4 ماينس 2 ب 2. ايه ده؟ يعني انا عندي ان الهيليوم عندها 2 نيترون و2 ايه؟ بروتون. مش كده هم ايكوال and maybe more than the number of nitrogen in some atom nuclei as اهو lithium 7 و3. ممكن يا مستر النمبر بتاع البروتون يبقى اقل من الايه النيترون. يعني معلش دي هنا غلطه ابقى نعدلها. اوكي هنا ان النمبر خلي بالك ممكن النمبر اوف النيترون يا اما يكون ايكوال النمبر بروتون اور جريتر ذان النمبر اوف مين؟ نيترون. سهله زي الليثيوم اهو 7 و3. اعمل ماينس 7 ماينس 3 4 يبقى انا عندي 4 نيترون لكن البروتون 3. طيب give ايه يا شباب reason؟ وده سؤال very very important take care. إن الأتوم electrical neutral because the number of positive proton inside nucleus equal to the number of negative electron rotate around the nucleus. أوكي نكمل. give reason إن الأتوم is electrical neutral على مهلي وبالراحة. مس electrical neutral because the number of positive proton inside the nucleus equal to the number of negative electron rotate around the nucleus. تعال بقى example كده ونحل مع بعض. يلا. إن الإليمنت X its atom nucleus consists of 20 particle with neutral charge. إيه ده؟ ده neutral charge يعني نيترون. يبقى عنده كام نيترون؟ 20. and النمبر اوف النيترون 39. خلي بالك 39. إيه ده النيترون اللي هو إيه؟ الماس نمبر. كالكوليت النمبر بروتون. إيه ده؟ ده أنا عايز أجيب البروتون. وأنا هنا مديك مين؟ نيوترال تشارج يعني النيترون. قال لك سهلة. مش أنا عندي يا مستر إن النمبر اللي هو الماس نمبر اللي هو ال 39 ده equal النمبر بروتون بلس النمبر اوف نيترون. طيب انا مديك الماس نمبر ومديك النمبر بتاع النيترون اقدر اجيب البروتون 39 minus 20 equal 19. 19. نمبر 2 النمبر اوف الكترون الالكترون قد البروتون يبقى كام؟ 19. ما احنا لسه قايلين اهو في الكويستشن اجيب ريزون اللي فوق ان البروتون ايكوال النيجاتيف الكترون. يبقى البروتون 19 يبقى النمبر اوف الكترون 19 برضه. الاتوميك نمبر برضه 19. هنا بعد كده يقول لك اكتب السيمبل. هو هنا يا مستر قايل لك الاليمنت ده اكس يبقى نعمل اكس ونحط من فوق ناحيه الشمال 39 ونكتب من تحت يا مستر كام؟ 19. يعني نحط هنا من فوق في الاكس 39 وهنا كام من تحت؟ 19. فهمنا الكويستشن ده؟ سهله؟ نكمل؟ نكمل. بص بقى هنا هيديني اكزامبل يا شباب من الهيدروجين والهيليوم والليثيوم والبريليوم والبرون ونبدا نطلع البروتون نمبر في كل واحد من الاليمنت دي ونطلع كده. بص بقى اول حاجه الهيدروجين انا عندي اهي في 1 الكترون وفي 1 بروتون اهو ادي 1 بروتون 1 الكترون. ايه ده يا مستر؟ ده انا ما عنديش خلي بالك ما عنديش يا مستر مين؟ ما عنديش يا مستر نيترون. لو انت جيت عملت ماينس ده ماينس ده اللي هو الماس نمبر ب 1 والاتوميك نمبر ب 1 ماينس هديك 0. الريليشن بين البروتون والالكترون النمبر قد بعض اهو لو انتوا لاحظتوا 1 1.
طب الريليشن بين البروتون والنيترون، لا هنا بقى البروتون اكبر من النيترون. ليه يا مستر؟ اصل انا ما عنديش نيترون في الهيدروجين. طب الهيليوم عندي 2 الكترون اهم، وبالتالي يبقى لازم فيه 2 بروتون، ما لازم يكون ايكوال. طيب يبقى انا هنا 4 ماينس 2 يبقى اديني كام؟ 2. بص بقى كده، يبقى البروتون 2، الالكترون 2، النيترون 2، الريليشن بين البروتون والالكترون ايكوال، وهنا ادام في كمان ايكوال تاني بين البروتون اند النيترون. طب الليثيوم، الليثيوم 3 والماس نمبر 7 عنده يبقى بروتون 3 عد كده اللي هم بوزيتيف 1 2 3، وعنده كام الكترون؟ عد كده ادي 1 2 3، وعنده كام بروتون اللي هو البلو ده 1 2 3 اهو. عندي النيترون 4، عندي 4 نيترون. تمام. الريليشن احنا قلنا يا مستر ان الالكترون قد البروتون، البروتون قد الالكترون اهو. طيب هنا بقى انا عندي نيترون 4 لكن البروتون 3، يبقى البروتون ليس ذان ايه؟ نيترون. طب البريليوم تعال نعد عندي كام بروتون اللي هو البوزيتيف 1 2 3 4، عندي كام الكترون؟ 1 2 3 4، عندي كام نيترون؟ عد كده 1 2 3 4. ايه ده كله يا مستر ايكوال، البروتون قد الالكترون والبروتون قد النيترون. البرون عد كده في كام بروتون؟ عد كده اللي هو يا مستر بلونه الريد بس 1 2 3 4 5، وهنا في كام الكترون؟ عد كده 1 2 3 4 5، وفي النيترون ب 6. ايه ده البروتون قد الالكترون، الانفورميشن اللي احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فات، والبروتون less than النيترون. بارت 2 من الليسن بيقول لي electronic configuration of the element and isotope. ايه الانرجي ليفل؟ انا مش قلت لك ان الالكترون revolve او rotate around the nucleus in orbit known as energy level. ايه الانرجي ليفل؟ قال لك ان الانرجي ليفل دي يا مستر حاجه اسمها imaginary region، يعني يا مستر مش حقيقيه، at which ان الالكترون rotate، يعني كاننا بنتخيل ان دي حاجه region مناطق كده يا مستر around the nucleus، وتبدا الالكترون rotate around the nucleus according to their energies. according to their ايه؟ energies. يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ imaginary. طيب النمبر بتاع المين انرجي ليفل at which ان الالكترون روتيت ار 7 مين انرجي ليفل. كام؟ 7 مين انرجي ليفل. انا عندي كام انرجي ليفل يا مستر؟ 7. اكسلنت. ايه هم بقى؟ بص بقى هنديهم من اول سيمبلز ب K L M N O P Q. طيب النمبر بN. تعال بص كده، الK ده اول فيرست انرجي ليفل، ال السكند، M third energy level، N 4 electron سوري ده النمبر بتاعه 4، ال O 5 النمبر بتاعه 5 energy level، ال P ب 6، ال Q ب 7. ماشي. الليفل energy وركز فيها قوي. each level has its energy and the energy increase as we go away from النيوكليوس. يعني انا كل ما ببعد عن النيوكليوس الانرجي انكريز بتاعت الانرجي ليفل، يعني الانرجي ليفل بتاعت الكي ليس ذان الانرجي ليفل بتاعت ال. طيب لو انا عندي ام وبي مين اللي هيكون عنده انرجي اكتر؟ البي، ان البي يا شباب ده النمبر 6 في الانرجي ليفل، يعني ابعد من مين؟ من الام فروم النيوكليوس. اوكي بص كده، ادي النيوكليوس وادي اول انرجي ليفل اللي هو مين؟ الكي، وادي السكند ال ام ان او بي كيو. صح؟ بص كده اهو. ايه بقى 1 2 3 ده النمبر بتاعهم. بص تحت اهو، يبقى الكي ده الفيرست، ال السكند، الام الثيرد، الان الفورث، الاو الفايف، البي السكس، الكيو السبع. اوكي سهل يا مستر. بص كده الترتيب اهو، النمبر بتاع الليفل، وده يا مستر السيمبل اوف انرجي ليفل كي ال ام ان او بي كيو. لو انت لاحظت مكتوبه كلها ايه؟ كابيتال. اوكي الكي ده lowest energy level in the inner، يبقى خلي بالك ان الكي ده بنقول عليه lowest energy level. طيب الكيو لا هنا بقى highest energy level in the inner، ده اعلى واحد فيهم كلهم عشان هو ايه؟ farthest ايه؟ energy level إيه from النيوكليوس، عشان ابعد واحد عن النيوكليوس. اوكي الانرجي ليفل بتاعت ال more than الانرجي ليفل بتاعت الكي، وكمان ان ال ده بيكون ايه يا مستر؟ خلي بالك اقل من مين؟ من ام. لو انت لاحظت هو كي ال ام ان، يعني الكي في النص، يبقى ال
سوري ال في النُص اللي هو KLMN، يبقى الK أصغر energy level، ال أزيد، يبقى more than الenergy level على الK، والM لا يا مِس الM هو إيه أعلى، تمام؟ The energy of electron equal to energy level that rotate in it. يعني كل إلكترون عنده نفس الenergy بتاعة الenergy level بتاعته، أوكي؟ يعني مثلًا هنفترض for example إن أنا عندي الK بعد فترة هنفهم إن هو مثلًا saturated with 2 electron، تمام؟ يبقى الenergy بتاعة ال2 electron قد الenergy بتاعة مين؟ بتاعة الإلكترون. يبقى الenergy بتاعة الK اللي هو أول energy level قد الenergy بتاعة الإلكترون إيه؟ يعني لو هو مستر الenergy بتاعة الإلكترون equal to الenergy of the level that rotate in it. As الإلكترون become far from the nucleus الenergy increase and as get closer to the nucleus energy decrease. نفس الكلام بتاع الانرجي ايه؟ level. take care. خلي بالك بقى. when the electron go far from the nucleus according to the energy of electron يبقى الانرجي of electron increases. ان انا كل ما ببعد عن النيوكليوس كل ما الانرجي بتاعت الانرجي ليفل increase، وبالتالي ان الانرجي بتاعت الالكترون increases. حاجة بقى تانية very very important، قال لك إن each main energy level consists of a certain number of energy sub-level in which an electron rotate with different shapes. خلي بالك إن كل energy level عنده حاجة اسمها energy sub-levels، تمام؟ ماشي. الرولز بقى يا مستر electronic configuration في الانرجي level. أول حاجة خلي بالك each energy level saturated with a certain number of electron cannot rotate more than it and the other number rather than number occupies the next level. يعني ايه يا مستر؟ يعني كل energy level هو ليه saturated number of electron. طب اللي ازيد من الساتوريتد بيروح للانرجي ليفل اللي بعده. Number 2 in energy level in which lower energy filled the first than the higher energy level that in which in الكي level ده أول first energy level، فهو لازم يحصل له filled with electron the first، هو اللي اتملي بالأول بالإلكترون وبعد كده L وبعد كده M and so on. Any outermost energy level خلي بالك بقى cannot rotate more than 8 electron whatever النمبر energy level K هو اللي بيشيل كام 2 electron. يعني أي energy level بقى بيشيل يا مستر ما بيزيدش اكتر عن 8. انا هنا خلي بالك عكس الساتوريتد واقول لكم ازاي. لكن الانرجي ليفل الاولاني اللي هو كي اخره يشيل كام 2 الكترون. اوكي. في حاجه تانية اسمها ايزوتوب. ايه حكايه الايزوتوبس دي يا شباب؟ قال لك ان the scientist observe that ان في atom of the same element have different form similar في الatomic number and different في الماس number. ركز بقى. أنا أحب دايمًا أقول عليها twins توأم، بس مش شرط twins، ده ممكن يبقى 3 و4، بس هم غالبًا يبقوا بس 3. يبقى الscientists observe اكتشفوا إيه أو شافوا إيه؟ إن في atom of some element have different forms، بس كل الisotope similar في الatomic number and different في الatomic إيه؟ mass number. ده سؤال give reason. ليه يا مستر؟ هاقول له due to difference في الnumber of neutron in their nuclei and they form known as isotopes. الايزوتوب يا مستر اهو definitions it is the different form of the same element in which similar في الاتوميك نمبر و different في الماس نمبر. ستوب بقى وركزوا بقى معايا. لما اجي اقول لك similar في الاتوميك نمبر يعني البروتون والالكترون والاتوميك نمبر في الايزوتوب equal، يعني النمبر اللي هو محطوط من تحت كده يا مستر في الايزوتوب equal، لكنهم different في الماس نمبر، يعني كمان النمبر اوف النيترون والماس نمبر ايه different. اوكي سهله. بص الاكزامبل اللي قدامكم كده، انا عندي اهو 3 ايزوتوب اهو هيدروجين. بص دي توينز قد ايه. بص كده النمبر بتاع الماس 1 هنا 2 هنا 3 ديفرنت، لكن الاتوميك نمبر 1 1 1. ده اسمه بوتيريوم ديتيريوم تيتيريوم. بص هنا ده only isotope that doesn't has any nitron. لكن هنا بقى بص في ايه، هنا ما عنديش نيترون، لا هنا انا عندي 1 نيترون هنا عندي 2 نيترون. ايه رايكم؟ خلي بالكم يبقى الايزوتوب يا شباب عباره عن different form of the same element، بس خلي بالك هم كلهم the same فين؟ في الاتوميك نمبر and different in mass number. اوكي ايه رايكم يا شباب؟ احنا كده خلصنا اول ليسون من يونت 1. لو عندك اي question او اي كومنت اكتب لي.
سواء على البيج على الفيسبوك أو على اليوتيوب، وأنا أرد عليكم على طول.